في ليلة شتوية عاصفة من يناير 1921 وجدت السفينة الشراعية الأمريكية كارول عالقة وسط رمال الشاطئ، تبدو وكأنها خرجت من كابوس بحري. صواريها المائلة تتحدى الريح، وأشرعتها الممزقة ترفرف على وقع أمواج سوداء. على متنها لم يرى أثر لطاقمها عشرة رجال، ولا لزوارق النجاة أو أدوات الملاحة، بينما المؤن مطبوخة كما لو كان أحدهم سيعود في أي لحظة. السفينة التي بنيت في العام 1919 وعادت محملة بالفحم من ريو دي جانيرو تحولت إلى لغز يقض مضاجع المحققين. التحقيقات، حتى تلك التي قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم تفك شفرة ما حدث بين فرضية تمرد دموي أو قرصنة شرسة أو عصابة تهريب في زمن الحظر. ظل الظلام يبتلع الحقيقة. همس البعض أن قوى غامضة سحبت السفينة حتى ربطها آخرون بأساطير مثلث برمودا، وحتى اليوم لم يعثر على رجل واحد من الطاقم. لتظل هذه السفينة سفينة شبحية تسبح في ذاكرة البحر، تحكي عن ليلة ابتلع فيها المحيط أسرار 10 أرواح بلا أثر، ولم يظهر لهم أي خبر حتى الآن.